أهلين بكم في الموسم الرابع من بودكاست حقاني. أنا راوية وأنا نورة. وإحنا مع بعض ومعاكم في رحلة العدالة. وفي الموسم هذا حيكون جوهر تركيزنا على المرأة وعلى النساء المميزات اللي اختاروا أن يكون مجال عملهم وأنشطتهم من أجل بلادهم ليبيا. حنستكشفوا مع بعض قصص حقيقية ومشاهد صوتية وهلبة حاجات قوية. في الحلقات الخمسة الجاية حنسمعوا من النساء الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان في ليبيا. حنعرفوا شن معنى أن المرأة تكون ناشطة وشن هن التحديات اللي ممكن تواجهها. وأيضاً حنحكوا مع بعض في مواضيع زي العنف الإلكتروني ضد المرأة وعن الصحة النفسية والقيود المفروضة على المدافعات عن حقوق الإنسان. يلا نبدو. يعني ما صبرتش الضابطة لين نغير ملابسي. تعرف نقولها أنا محامية بس نغير ملابسي لأني كنت لابسة البيجامة، والله حتى الصباط لقيتها في الدروج خذيتها وطلعت. مؤلم صح؟ مؤلم إنك أنت تشتغلي محامية وأنت المفروض أكتر وحدة تعرفي حقوقك، ومع هذا تشوفيها تنتهك بعينك. وقبل كل شيء يا نورة خلينا نعرفوا المستمعين بأسماء محمد اللي كانت شجاعة كفاية إن هي تشاركنا قصتها. أسماء محمد هي محامية من المنطقة الشرقية، هي مواطنة ليبية، إنسانة لها أحلامها وشغفها لبلادها ليبيا، لها طموح إنها بس إن هي تشوف ليبيا في أعلى مراتب الدنيا، عايشة هم الناس في إن ياخدوا حقوقهم. اختارت مهنة المحاماة باش تكون الصوت اللي طالما حاولوا الآخرين إن هم يطمسوه، باش تكون قريبة من النساء اللي دائما يتعرضوا للتعنيف. طبيعي التعنيف اللي سواء كان الأسري ولا الموجه للنساء أو أي نوع من أنواع العنف. اختارت أن هي تكون في أروقة المحاكم لأنها أقرب وسيلة لسماع أصوات الضحايا. هو نعم يا راوية، دائما يكون في صعوبة بالنسبة للنساء لما تختار أن هي تشتغل في مجال معين. هذا المجال موصوم اجتماعيا بأنه هو يحطك تحت دائرة المجهر، أنه قد يوجه لك عنف سواء كان من السلطة أو من الدولة، أو كان هذا العنف من الأسرة، أو كان هذا العنف من المجتمع. خاصة نحن اليوم نتكلموا على أن ليبيا ما فيهاش أي قانون واضح وصريح يجرم العنف الأسري. يعني أنتِ عارفة يا راوية أن من أكثر الحاجات اللي منتشرة في ليبيا اليوم، خصوصًا فيما يخص العنف ضد المرأة، هو العنف الأسري. مجتمعاتنا تقليدية، ديما صورة المرأة فيها تنحط في سياق العيب، ومن العيب إلى العار، ومن العار ممكن يوصل الموضوع للقتل، وتنتهى القصة في حكم مخفف للجاني. على سبيل المثال عندنا القصة المعروفة اللي حدثت في 12/6 عام 2022، لمّا حاولت السيدة إن هي تحمي بناتها من بوهن اللي حاول الاعتداء عليهن، وخدتهن من البيت اللي كانوا ساكنين فيه لبيت ثاني، وبعدين للأسف الشديد قدر يوصلهم وقتلهم بكل دم بارد، قتل البنتين بكل دم بارد. للأسف الشديد إن لعند اليوم نحن ما شفناش حتى هذا الشخص محكوم عليه أو فعلًا مُدان بالجريمة اللي ارتكبها. الأم حاولت بكل الوسائل الممكنة اجتماعيًا وقانونيًا إن هي تحميهن وفشلت، وما زالت حتى ما تحصلتش على العدالة. أكثر شيء نعانوا منه وأكثر انتشار العنف الأسري في المنطقة الشرقية عشان مجتمع تقليدي. أولا العنف الأسري عادة يكون من الأب على الفتيات أو من الزوج على الزوجة، وبرضو الأخ على أخته. يعني جتنا فترات كم قضية تم فيها القتل، وعادة القتل يحبس لمدة 3 أسابيع وبعدين يجي حص الإعفاء عن طريق ولي الدم. أي نعم، ولي الدم يتنازل، كون الأب هو ولي الدم يتنازل عن القضية، يحبس كحق عام فقط يعني مع وقف النفاذ، ويحصل تنازل عن طريق ولي الدم، وهذه كارثة طبعا. وهذا جعل تكرار العنف والمشاكل. يعني تخيل الولد يقتل أخته وأبوه يتنازل بما أنه يعتبر ولي الدم،
أب الضحية وأب الولد المجرم اللي قتل. يعني يا نورة إحنا قاعدين في نفس الدائرة، يعني هي الدائرة قاعدة تتكرر بعدم المحاسبة، اللي تخلّينا ديما في نفس موجة العنف اللي عمرها ما حتنتهي بالشكل هذا. المجرم يكرر جريمته والضحية حقها مغلف تحت غطاء العار والعيب والحشمة. هو فعلًا يا راوية لأن عادةً ما يتم استخدام مثلًا قضايا الشرف للحصول على حكم مخفف، أو يلجؤ إلى أعذار أخرى زي المرض النفسي أو الإدمان على الكحول والمخدرات، عشان كل جاني يقدر يطلع بأقل حكم ممكن بعد ما يرتكب الجريمة في حق السيدات. اليوم النشيطات يتعرضن للعنف مش بس من الدولة ولا من السلطة ولا من المجتمع، حتى أهلهم مشاركين في العنف اللي يصير عليهن. اليوم لمّا يصير أي عنف يصير أي تحريض على وسائل السوشيال ميديا أو الوسائل التواصل الاجتماعي، على طول الأهل يرموا أو يجعلوا الناشطة هي الضحية ويجلدوها بأقصى ما يمكن يعني بالعنف، لدرجة إن النساء كلها أصبحت تخاف، لأن أصبح العنف مش بس مجرد اعتقال أو انتهاك، ممكن يتهجم عليك أي شخص في الشارع بس لأن تم التحريض عليك. طيب أنا هنايا بس نبي نسألِك نورة، يعني مثلًا لمّا تجي تقولي لي تحريض، من يحرّض على من؟ الاختلافات م م ال الجهات مختلفة، في أحيانًا يكون التحريض موجه عن طريق جماعات معينة، لأن في ناشطات يكون عندهم شغل عالي شوية أو شغلهم واضح أكثر، وفي أحيانًا يكون مجرد تعليق من شخص رافض وجود المرأة في أماكن زي هذه، أو رافض وجود المرأة كحقوقية أو كنسوية أو غيرها، فيتم التهجم عليها ولأن نحن عندنا مجتمع مش بسيط وتركيبته صعبة تتدخّل فيه العادات والتقاليد والدين، فيصير في نوع من الضغط اللي هو الناس كلها تُقاد تحت هذا التعليق أو تحت هذا الأمر، ويصير في حملة كبيرة على العديد من الناشطات لمجرد إن في حد مش راضي على وجود هذه السيدة في هذا المجال أو في هذا المكان. ممكن هذا بالضبط اللي صار مع بطلة قصتنا اليوم أسماء، إن هي نتيجة تعرضت لنوع من أنواع التشهير، تعرضت للأسف حتى للاعتقال. مش هيك بس، يعني النساء المعنفات يتعرضوا لأنواع اعتقال تعسفي شديد يوصل إن هم يتهجموا عليهم في حياشهم. زميلنا محبوس وقاعدين نكتبوا كل يوم على الفيسبوك نرجو الإفراج الإفراج الإفراج، نتفاجأ بالشرطة العسكرية، وهي طبعا شرطة نسائية تدخل علي في الحوش وأنا في المطبخ نطيب في العشاء، والباب يدق فتحت، طلعت الشرطة العسكرية. يعني ما صبرتش الضابط حتى نغير ملابسي. تعرفوا نقولها أنا محامية بس نغير ملابسي لأني كنت لابسة البيجامة، والله الصباط لقيتها في الدروج خذيتها وطلعت. مع أن الشرطة العسكرية عندها معلومة إني محامية لكن ما سمحت ليش. الشيء اللي أنقذني الحصانة والعلاقات الاجتماعية، تدخلت فيها العلاقات الاجتماعية والمحامي العام بأمانة ساعدني، يعني الزملاء. لكن أكثر حاجة نقذتني هي الأمور العائلية، القبيلة، هذا اللي أنجاني من هذا الموضوع. يعني من الشيء اللي أنا فاجأني يا نورة لمّا سمعت قصة أسماء، ويعني للأسف اتأثّرت بيه، أو خلّيني نقول مصدومة بما إني حتى أنا امرأة يعني، إن الإنسان يتهجم عليه في بيته، ما ينعطالهاش فرصة، مع إن هي محامية، خلّيكِ هنا مركّزة إن هي المفروض عارفة حقوقها كويس، ونخش لها في مكانها، وهي تترجاهم، يعني تقعد تقول لهم غير بس خلّوني نستر روحي، يعني خلّوني نستر روحي، ما فيش حتى فرصة إن هم تلبس ملابسها، لدرجة إن شيء عمل لي زي الشوك في راسي أو صورة ذهنية لمّا تقول الصباط لقيته في الدروج يعني وهي نازلة. هي عارفة حقوقها، والشرطة اللي هي جايتها عرفتها، ومع هذا للأسف ما عطوهاش أي نوع من أنواع الحصانة أو حتى نوع من أنواع الحقوق الطبيعية لكل كل بني آدم.
بعد المشهد هذا تخيلي يعني مرأة يتم استخراجها من بيتها زي ما حكينا وتتعرض للاعتقال التعسفي وتتعرض للتحقيق، شنو حيكون شكلها لما ترجع للبيت؟ وخاصة إحنا في هذا المجتمع التقليدي أو زي ما إحنا حكينا، شنو حيكون الضغوطات اللي حوالينها سواء من زوجها، من أطفالها، من والديها، من عائلتها. هل في اعتقادِك إن حيكون في تأثير سلبي على شغلها بعدين، أو مش حتى على شغلها نحكوا حتى على تأثيرها على المستوى البعيد أصلًا؟ طبعًا يا راوية إن أول شي خلّينا نحكوا على الجانب النفسي اللي ممكن تتأثّر به أي سيدة تمُر بموقف زي هذا، وكيف هي حتطلع منّه، وهل حيوجد بعدين يعني دعم نفسي إنه هو يحميها من الصدمة اللي هي تعرّضت لها. غير هذا إحنا عندنا حاجتين مهمات اللي هي الوصم الاجتماعي اللي يحدث نتيجةً لهذا النوع من الانتهاك، خاصة زي ما نحن حكينا أنتِ عندِك عائلة، عندِك زوج، عندِك أبناء، أنتِ مش جاية عندِك أخوة، وأيضًا حتى تفكيرنا إن هؤلاء الناس موجودين داخل المجتمع، حتوصم العائلة كلها بوصم اجتماعي يحطهم كلهم تحت ضغط نفسي شديد، يعني مش بس حتى لو العائلة عائلتها وزوجها وأولادها داعمين، لو افترضنا إنهم داعمين، حيضعهم كلهم تحت ضغط نفسي شديد إن في وصم اجتماعي الناس تنظر لهم بنظرة مختلفة، لدرجة إن حتى السلطات في ليبيا أصبحت تستعمل أصلًا موضوع إن هم يدخلوا النساء في موضوع الانتهاكات، لأن عارفين إن في وراه وصم اجتماعي كبير، إن مرأة يتم اعتقالها ووضعها في السجون الليبية أو إن يتدخلوا عليها ناس أو كذا، هذه حاجة كبيرة، حاجة للأسف الشديد مش بس تأثر عليها هي، تأثر أيضًا في مشاركة النساء الأخريات في المستقبل، لما قلتِ أنتِ المدى البعيد. نعم، اليوم النوع من الانتهاكات اللي قاعد يصير حيؤدي إلى تراجع نسبة مشاركة وانخراط النساء في مجالات الحقوق، في مجالات صناعة القرار، لأن كل هذه الانتهاكات نوع من الضغط الاجتماعي لأجل الحد من مشاركة النساء في الشكل العام أو الصورة العامة في المجتمع، وللأسف الشديد إنه هو يعني الممارسة هذه ممنهجة للحد من مشاركة النساء في أي مجال ممكن نحن نشوفوهن فيه، وهذا تأثير مش بسيط، لأن اليوم لما أي بنت تفكر تبي تنخرط في المجال الإعلامي ولا في المجال السياسي ولا في المجال الحقوقي، لما تشوف قدامها حالات زي هذه حتقول لك لا أنا نبي نشتري راحة دماغي، أنا أريح لي إني أنا نقعد في الحوش وما فيش داعي نشتغل أي حاجة. هذا انحدار خطير في مشاركة المرأة ووجودها في المساحات العامة وفي الحوارات السياسية الاجتماعية نحن نحكو على خلل كبير نتيجة إلى توجيه عنف بالشكل هذا تجاه النساء بشكل خاص. لا لا، استمريت في خوف. العائلة متأثرة للأمانة وما زلت متأثرة. أنا خايفة على أولادي. زوجي خارج النطاق هذا، بس عطاني نصائح، قال لي الأفضل إنك تبتعدي عن الشغل، لكن أنا عادة القضايا نعالج فيها بسرية. ابتعدت على إني نستخدم اللفظ الحقوقي ونشتغل كمحامية وتحت الطاولة كحقوقية بس، لأن لما نشتغل كحقوقية نكون مرفوضة. في إضافة بس نورة حبيت نقولها لمّا أنتِ قُلتِ إن حتى الأبناء والعائلة يعني في حتى مسمى في الحقوق يقول لك إن بس الضحية هي حتى العائلة تصبح ضحية، الأب يصبح ضحية في حالة طبعًا إن هم يكونوا ناس داعمين ما يكونوش هم الجُناة أصلًا أنفسهم، فنقطة هلبة مثيرة. صحيح يا راوية، لأن هذا أيضًا حاجة من المهم إن نحن نفكّروا فيها، لأن مع وجود هذا النوع من الضغط أحيانًا الداعمين يتحولوا إلى جُناة، يعني ما عادش يصبح داعم، يصبح لأنه هو انحط في موقع الضحية، فيصبح جاني لمجرد إنه هو انحط تحت ضغط الوصم الاجتماعي.
صحيح صحيح يا نورة، وفي نفس الوقت لو نجو نشوفوا لقصة أسماء نقدروا نشوفوا عدة أشكال من العنف تعرضت لها أسماء. يعني مثلا ابتداء من لما قالت إن عندنا زميلي قاعد مسجون، وإن أنا درت مجموعة من البوستات أو من نوع من أنواع المناصرة، فهذا شيء له علاقة حرية التعبير، إن هي تتكلم على زميلها أو وتناشد بالإفراج عنه. تعرضت للاعتقال التعسفي. الله أعلم ظروف التحقيقات اللي هي تعرضت لها أصلا، إن هي ما تمش، ما فيش أي نوع من أنواع الحقوق إن حتى يكون لها محامي يحضر هذه التحقيقات. كذا شكل من أشكال العنف. برضو إن في شكل من الأشكال العنف اللي يعني أنتِ نورة قلتيه أكتر من مرة من خلال كلامِك، اللي هو العنف الإلكتروني. بس أنا لو نبي هيك ناخد دور واحد من المستمعين أو واحدة من المستمعات الأفاضل وهي تسمع فينا، شنو هو العنف الإلكتروني؟ على طول إحنا ندوي بيه، شنو العنف الإلكتروني؟ العنف الإلكتروني، فيا ريتها هيك نورة توضحي لنا شنو هو العنف الإلكتروني هيك بلغة بسيطة جدًا. ببساطة جدًا العنف الإلكتروني هو أي عنف أو أعمال عنف يتم ارتكابها أو التحريض عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا، يعني سواء كان على وسائل التواصل الاجتماعي، الإيميل، الهواتف المحمولة، الإنترنت، أي شيء يتم استخدام التكنولوجيا فيها تكون أعمال عنف أو أعمال تحريض على العنف هي تعتبر عنف إلكتروني. معظم النساء اللي تتعرض للعنف عبر الإنترنت يصيبهن نوع من الذعر والخوف والقلق والاكتئاب اللي يخليهن أو يأثر بشكل سلبي على علاقاتهن الاجتماعية، دراستهن، عملهن، خاصة لو كانن عاملات في مجال سياسي أو مجال العمل المدني أو العمل الحقوقي. أيضًا قد يسبب هذا النوع من العنف لأنهن ينسحبن تمامًا من مجال العمل وينسحبن تمامًا من التواجد على الإنترنت. في 5 أشكال للعنف الإلكتروني وهن أهم 5 قد تكون النساء غير واعية بيهن. أول حاجة انتحال الشخصية على الإنترنت، يعني في نساء واجد يتم التعرُّض إلى إنه هو ينفتح لهن حساب أو صفحة باسمهن وصورهن ويبدو يستخدموها لأغراض مُضرة، منها تدمير سمعتهن أو تهديد سلامتهن. أيضًا التنمر عبر الإنترنت وهو حاجة موجودة عندنا بكثرة في ليبيا، إنه يتم مضايقتهن، التحرُّش بيهن، إلحاق الضرر المستمر والمتعمد عبر الإنترنت، بحيث إنه يهددوها أو يخوّفوها من التواجد على الإنترنت، وعادةً يكون من السلوك هذا ديما يكون بشكل متعاون بين مجموعات وأفراد، يعني يحدث بشكل ممنهج أكثر. أيضًا عندنا إشكالية اللي هي مشاركة الصور بغير رضا السيدة أو الفتاة، يا إما استخدام صورها الخاصة بدون إذن منها أو بدون موافقتها بغرض الابتزاز. أيضًا يمكن التلاعب بالصور هذينة أو تغييرهن عن طريق الفوتوشوب أو غيره، فبالتالي يتم أيضًا ابتزازها أو تهديدها من خلال الموضوع هذا. الحاجة الأخرى اللي هي حتى هي تعرضوا لها واجد في ليبيا، الكشف العلني عن معلوماتك الشخصية، يعني يتم نشر معلومات شخصية عنك وحساسة بما في ذلك قد يكون عنوان بيتك، مكان عملك، رقم تليفونك، أسماء من أفراد عائلتك، وأنا عن نفسي تعرضت للموضوع هذا تعرضت له بكثرة لدرجة أنه يتم التهجم على عائلتي في حد ذاتها باستمرار، بس لأن هم يشعروا إن زي ما قلت لك من بدري يا راوية إن أحيانًا لمّا تكون عائلتِك داعمة وضعها تحت الضغط النفسي هذا يحوّلها إلى مجرمة حتى هي، بدل ما تكون ضحية إلى مجرمة نتيجة الضغط الاجتماعي. أيضًا عندنا اللي هو الملاحقة عبر الإنترنت، هذه اللي هو شخص يقعد باستمرار أو أشخاص باستمرار يتابعوا فيك ويديروا لك فلايكات يس يستخدموا في صورك ويكون الموضوع غير طبيعي، يحاولوا يشاركوا معاك أمورهم الشخصية وأنتِ ما تعرفيهمش أصلًا.
وهذين حاجات للأسف الشديد نحن كسيدات عندنا يعني خوف شديد، لأن كل الأمور هذه بالنسبة لنا أو في مجتمعنا هي أمور توصم اجتماعيًا بمواضيع لها علاقة بالشرف، لها علاقة مكانتك الاجتماعية، فبالتالي تأثّر بشكل سلبي جدًا على النساء وعلى تواجدهن في النشاط سواء كان سياسي، مدني أو حقوقي. جميل يا نورة، حابة بس ننوّه للمستمعين إن حتكون عندنا حلقة خاصة بالعنف الإلكتروني الموجه للنساء. استمعوا ليها لمزيد أكتر من التفاصيل وفهم أعمق للموضوع. طبعا له دور في واجد من النساء المعنفات إلكترونيا، وهذا تشوفيه بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي عندنا خاصة على الفيسبوك. يعني أنا مثلا تعرضت للتشهير، وصلت بهم إنهم يتهموني ويشهروا بي ويشوهوا سمعتي بأشياء غريبة عجيبة. يعني يختاروا في أشياء تكون لها حساسية في المجتمع. أو والله العظيم لو تخش أنا مصورتها كلها بالتوثيق. وأنا كمحامية قدمت شكوى في النيابة، لكن للأسف إلى الآن لم يبث فيها وما زالت القضية مفتوحة. طبعًا تعرفي نورة إن قصة أسماء هذه قصة واحدة من مئات القصص، إذا لم تكن الآلاف طبعًا اللي إحنا ما نعرفوهمش، اللي موجودين في حياشهم، اللي موجودين في أماكنهم، اللي موجودين في مدنهم. فقصة أسماء هذه أكيد كل جزء فيها متكررة في شخص ما، يعني سواء إن هي كانت كزوجة أو إن هي حتى كناشطة في المجتمع المدني أو محامية أو حقوقية، حسب الوضع اللي هي فيه. فكانت ملهمة من ناحية إن كل الأنواع وأشكال العنف اللي هي تعرضت لها، ولكن هي في النهاية قررت إن هي تستمر في شغلها، حتى ولو كان في إطار معين أو في إطار مخفي. ولكن هذا يعني لازم الواحد يعترف إن في شجاعة عظيمة، وخاصة في الظروف المحيطة بينا في ليبيا. برضو حابة نقول إن قصة أسماء اختارت إن هي تحكي قصتها تحت اسم مستعار وتحت صوت مستعار، باش تحمي نفسها من أي شكل من أشكال العنف اللي ممكن تتعرض له مستقبلا. وخاصة طبعا لو كان العنف الإلكتروني، لأن زي ما حكينا أن العنف الإلكتروني يوصل فيك وين ما أنت. وهذا يذكرني بحاجة نورة، إن المقررة المعنية بالعنف ضد المرأة في زيارتها لليبيا في 2023، بعد استماعها لعدد يعني لا بأس به من شهادات النساء، قالت إن مستوى العنف ضد المرأة في ليبيا منتشر على نطاق واسع ومنهجي. ف... فهل فعلا يعني لو نجو نشوفوا مثلا احنا في خلال 10 سنين الأخيرة، لو احنا نبوش نحسبوا السنوات اللي قبل، لأن في نقطة تحول، نقطة التحول هذه من بعدها مفروض نكونوا ماشيين تصاعدي مش تنازلي. فلو هيك نورة نقول لك، لو شفتي التالي وشفتي الحالي، وين ماشيين احنا في الاتجاه هذا؟ هو يا راوية للأسف شديد إن نحن مش ماشيين في اتجاه جيد أو اتجاه كويس، خاصة مع إن مع تواجد الحملات هذه بشكل ممنهج جدًا بالنسبة للناشطات الليبيات والسيدات الليبيات. يعني أنا نشتغل في موضوع اللي هو رصد خطاب الكراهية، ومن ضمن الحاجات اللي نشتغلوا عليهم باستمرار هو موضوع المرأة والانتهاكات اللي تحدث للمرأة على الفضاء الإلكتروني. حتى القوانين اللي صدرت في ليبيا قوانين للأسف الشديد صدرت من أجل أن تحمي ناس معينة في السلطة، ما كانتش من أجلنا نحن كمواطنين نستحق أن نحن نكونوا عايشين بأمان وصحة نفسية جيدة. حابة بس نعرج على نقطة مهمة لما أنت حكيتي على قصة أسماء. أهم أشياء ممكن نحن نستعملوهن من أجل أن تعاملوا مع العنف الإلكتروني، قد تكون أسماء لجأت لهن، بس أنا حابة أني نوضحهن بشكل أكثر. أول حاجة أسماء مثلا كسرت صمت الضحية. إحنا عندنا إشكالية كبيرة زي ما قلنا اللي هو الوصم الاجتماعي. معظم الضحايا يعتقدوا أن هم اللي سببوا الأذى هذا لنفسهم، اللي هو مفهوم لوم الضحية.
أو إن نحن نقولوا أنتِ السبب، أنتِ اللي حطيتِ نفسِك في المكان هذا، تستاهلي ما يجيك، أنتِ درتِ كذا. يعني أسماء كانت قادرة على إن هي تحكي قصتها بكل وضوح، وتحكي وكانت عارفة كويس إن هي ضحية ومش هي الشخص المُلام على اللي قاعد يصير لها أو اللي صار لها. أيضًا نقطة مهمة اللي هي لجوءها للقانون، قد يجعل هذا الأمر نعم القوانين ضبابية في ليبيا فيما يخص الجرائم الإلكترونية أو حتى جرائم الانتهاكات اللي ممكن تمارسها السلطة أو أي حد في الدولة، لكن فكرة إن نحن نلجأ للقانون واستمرار تحدثنا في اللجوء للقانون يخلّي موضوع تفعيل القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية أو جرائم الانتهاكات اللي تحدث للناشطات أو المدافعات عن حقوق الإنسان هو دائمًا في طور إنه هو مذكور وموجود ونحن نطالب به باستمرار. فهذين نقطتين مهمات يعني من قصة أسماء نقدر نقولوا إن هي خذتهن كطرق للتعامل مع العنف اللي هي تعرّضت له. أنا ممكن نضيف عليهن تنشئة أسرية سليمة، لأن معظم حالات العنف الإلكتروني أو حتى العنف اللي يحدث على أرض الواقع يعني، الضحية أو الأنثى بالذات تكون ما عندهاش قدرة إن هي تصارح عائلتها أو تتحدث مع عائلتها في اللي صار أو اللي قاعد يصير لها، سواء كانت تمر بابتزاز أو غيرها، أو غيرها، أو غيرها. فالتنشئة الأسرية السليمة ووقوف الأسرة كداعم معاك هو أمر مهم جدًا. أيضًا مش هنقول لِك إن الأسرة حتى هي تحتاج إلى حماية من الضغط النفسي والضغط الاجتماعي، ولكن على الأقل لمّا يكون الجو الأسري العام داعم، مليء بالأريحية والتقبُّل، حيكون أسهل في التعامل مع العنف الإلكتروني. أعتقد أيضًا إضافة التوعية باستخدامات الإنترنت المفيدة للجيل الجديد حيكون أمر مهم جدًا في تحسين طرق استعمالنا للإنترنت. العنف الإلكتروني للأسف الشديد هو صورة رقمية من العنف الحقيقي اللي ممكن يتعرض له الأفراد في الحياة اليومية أو الواقعية. يحتاج إلى مقاومة، مكافحة، وكل هذا محتاج إلى جهودنا كلنا كأفراد وحكومات من أجل إن إحنا نضع له حد ونحاسبوا كل مرتكبي هذه الجرائم من أجل ضمان خصوصية الأفراد وأمانهم على شبكة الإنترنت. شكرًا نورة على توضيحِك للنقاط المهمة هذه النصائح اللي لازم نزيدوا نوعّوا فيها نفسنا ونقروا حولها أكثر، وحابة هنايا ننهي حلقتنا اليوم بشكر. شكر لأسماء، شكرًا لشجاعتِك، وحابة أقول لك إن إحنا كنا معرّضين إن نكونوا في موقفِك. نتمنّو لك ولكل مرأة ممكن تنحط في نفس الموقف الصحة النفسية الجيدة. حابة نقول لك إن أنتِ مش بروحك، إحنا كنا معاك. موسم حقاني من تقديم راوية ويوسف ونورة الجربي. حقاني من إنتاج دميري ميديا، والمنتج هو الشيباني، ومهندس الصوت هو حفيظ الجريبي. فريق محامون من أجل العدالة في ليبيا يضم ألكسندرا أزوا ومروة بن عبد الرازق. شكراً.